مفيش حاجة اسمها راجل خاين، هو اسمه راجل بيدور على جرعة هرمونات مكافأة جسمه ما بقاش بيفرزها لما بيتفاعل مع شريكته. الكلام معاها مش ممتع ولا اي نشاط بيعملوه مع بعض بقى وقت لطيف. طبعا انت مستغربة، ده هو من شهرين بس كان بيسهر طول الليل يكلمني، دلوقتي من 8 المغرب بيقول لي انا ورايا شغل ولازم انام. خلينا اشرح لك باختصار. الجسم بيفرز هرمونات مكافأة وقت التفاعل مع الجنس الاخر، الدوبامين والادرينالين والاكسيتوسين، دول مصدر احساس النشوة والانجذاب والرغبة والنشاط وحالة الطيران دي. وزي اي نشاط لما بتعمله فترة طويلة جسمك بيبدأ يحفظ تأثيره عليك، بالتالي بيستجيب اقل تدريجيا في كل مرة بتكرره. وطبعا معنى ده ان هو بيفرز هرمونات مكافأة اقل في كل مرة، فاستمتاعك بيقل. تخيل كده اول مكعب شوكولاتة بتاكله بيلمس لسانك بس بيعمل فرح، المكعب رقم 100 بيبقى شبه ملوش طعم او تأثيره ضعيف جدا، بتاكله تفاصيل. غالبا الاغنية اللي سمعتها وعجبتك جدا وفضلت تسمعها مرة واثنين وعشرة، بعد عدد مرات معين بتبقى دوشة بالنسبة لك. طبعا اول مسكة ايد كانت هتوقف قلبك، بعد 10 سنين جواز مفيش حاجة بتقف، خلاص كله اتحفظ. وده بيثبت صحة النظرية اللي بتقول ان كل ما كان الراجل ذاكرته قوية جدا كل ما كان اقرب للخيانة، لانه بيحفظ في وقت اقل كل المؤثرات بتاعتك، فبعد فترة قليلة خلاص مش بتأثر فيه. غير الراجل اللي ذاكرته ضعيفة بينسى، بيحس ان كل حاجة كأنها اول مرة لسه جديدة. طبعا دي فاتية مش نظرية، بس والله حاسس ان فيها منطق كده. وده يفهمك ليه لذة البدايات تبقى ذروة شلال الهرمونات. يا سلام، لانها حاجة جديدة بتدي الجسم متعة وطاقة انه يسهر طول الليل ويطبق، رغم ان في شغل الساعة 6 الصبح، بس هو عايز جرعة في جرعة، عارف ان في شغل وخلاص لازم انام، مش مهم كمل سهر، اديني جرعة كمان. طاقة بتخليه مستعد يضرب مشوار 3 ساعات عشان بس تبصيله من شباك اوضتك، لان مجرد البصة دي رغم انها حاجة صغيرة جدا بس بتديله جرعة، مش عشان انت فشيخة ولا حاجة، بس عشان انت جديدة. وده برضو بيجاوب على سؤال، بس دخلني مع واحدة مش احلى مني خالص. مش مهم، بس جديدة. هي فاكتة صعبة جدا ان الواحد يستوعبها انا عارف، بس لازم تتقبلي ان اي واحدة في الكوكب التفاعل معاها هيفرز هرمونات مكافأة اكتر منك، اي واحدة حرفيا، المهم يكونش انت وخلاص. انت هتتخيل ايه اللي ممكن يخلي براد بيتي يخون انجلينا؟ هو جمالها مش فاكتور اصلا في العملية دي، عشان بس ثقتك بنفسك ما تروحش في حتة. انت زي الفل، وال5 مليار راجل على كوكب الارض كلهم مستعدين يضربوا مشوار هو نفس مشوار ال5 ساعات ده تحت شباك البيت عشان تبص لهم بصة، لانك جديدة عليهم، وكلهم تأثيرك عليهم لسه جديد، بيحطوهم في وضع الطيران. بالمناسبة كل ده بينطبق على البشر كلها بشكل عام، مش الرجالة بس، يعني هي كمان بتحفظ تأثيرك عليها بعد فترة وبيقل تدريجيا، نفس النظرية. احنا ويندوز دماغنا واحد، رجالة وستات. طب ايه يعني مفيش علاقات مظبوطة خالص؟ هو يا اما علاقات كلها خيانة ومطاردة الجرعات مع ناس جديدة، يا اما فركشة من بدري، يا اما ناس عايشين مع بعض وزهقانين من غير جرعات خالص. هو الناس الطبيعية بعد فترة لذة البدايات والدخول في مرحلة الألفة والاستقرار وبناء رابط كده مع الشخص وذكريات ومواقف، في هرمون مكافأة مخصوص للحالة دي، الاندورفين. طب والخنازير اللي بتخون دي الاندورفين مش بيحوق فيهم ليه؟ اسكت يا عم، ما هو عدل الكلب طلع مدمن يا عيني، هو مدمن هرمونات مكافأة، هرمونات الطيران مش هرمونات الاستقرار. الباد بوي اللي بيعرف 4-5 في نفس الوقت ده، او بيعرف واحدة شهر ويخلص معاها كل جرعات الهرمون وبعد كده يفركش ويروح لواحدة تانية شهر وهكذا، ده بيعود نفسه على جرعات مكثفة من الدوبامين والادرينالين والاكسيتوسين. لما بيعدي فترة في علاقة معينة مع واحدة ويبدأ تأثيرها يقل عليه مش بيستحمل، مدمن حرفيا، الفلو والكم اللي كان بيوصل له قل، فبيعمل ايه عشان يرجع تاني للفلو للكم اللي هو متعود عليه؟ بيعرف عليها واحدة تانية او بيفركش ويشوف واحدة جديدة بجرعات جديدة، مش بيدي نفسه فرصة ان هو يستقبل حالة الاستقرار دي وما يصاحبها من هرمون مكافأة خاص بيها، لان هو الطعم ده هو مش عايزه، هو عايز الطعم اللي اتعود عليه. لو الباد بوي 20 لسه ما تعرضش بكثافة لجرعات الهرمونات دي، في امل ان هو يتعود على الجرعة الطبيعية ويستحمل لما تقل لغاية ما يدخل مرحلة الاستقرار ويدوق الهرمون الجديد، هرمون المكافأة الجديد بتاع المرحلة دي. طبعا لو 30 الموضوع اصعب بكتير لان الادمان بقى اعمق،
لو 40 و50 بقى فيعني مش عايز اضحك عليك، انت هتموت وحدك، هتموت وحيد. انت حتى كباد بوي لاحظ انك كل ما بتكبر مللك من اي علاقة بيبقى بوتيرة اسرع، وعمر علاقاتك بيقل تدريجيا. قبل كده كنت بتقعد سنة، بعد كده بقوا 6 شهور، بعد كده بقوا كام شهر. قريب هتلاقي نفسك بتزهق بعد اسبوع او حتى يوم. والله هتوصل للمرحلة دي قريب. عشان كده الحق نفسك وانت صغير، عشان كل ما الادمان هيتعمق نظرتك للجنس الاخر نفسها هتروح في داهية. انت كلهم بالنسبة لك تارجت للجرعة، مفيش حاجة اسمها صديقة ولا زميلة ولا كل الكلام اللطيف ده، كلهم مصدر محتمل. عشان كده عمرك ما هتلاقي باد بوي ليه صاحبة او اخت او المسميات دي كلها. طبعا بقى مش محتاجة اقول لك ان التفكير الاولد سكول بتاع لا انت قليل الادب بس وشقي وشوية ويتجوز ويعقل، طبعا دي اكبر خرافة، لان الموضوع ملوش علاقة بالادب ولا بالعقل ولا بالجواز. هو ببساطة ادمان فعلي، كمية المخ باظت. ويندوز ضرب. يعني ايه ضرب؟ يعني حتى لو انت بقى نفسك فعلا تدي فرصة لاسلوب الحياة التاني اللي انت بتهرب منه، هتلاقي نفسك مش بلعه، مش مستحمله. يعني انت نفسك فيه، نفسك تستقر واحساس الرابط والامان والكلام ده كله، بس مش عارف تعمله لانك اتعودت على الجرعات المكثفة. هتقولي طب وايه يعني لما اعيش عمري كله اتبسط جرعة من واحدة لواحدة؟ بص خليني اقولك ببساطة، انا مش عايز اقول كلام يبقى كليشيه، بس يعني كل حاجة في الدنيا بتتغير وبتنتهي. اخواتك كل واحد فيهم بيبقى ليه حياة خاصة، صحابك اللي بيبقى منهم بيبقى قليل قوي، لما توصل لمرحلة عمرية معينة برضو الحياة بتلهي كل واحد يعني. والديك طبعا بعد عمر طويل، مفيش حد بيعيش للأبد. أماكن الشغل والسكن، كل حاجة بتتغير. كل روتين أو مألوف بالنسبة لك مريح نفسيا بيتغير مع الوقت. فوقت أوقات التغيير دي بتحس إنك تايه ملط حرفيا، مفيش أي سيف زون ريتريت. فكرة إن واحدة معاك بقالها كذا سنة وعارفاك وعارفة أنت كاريرك إيه وحياتك إيه وطباعك والكلام ده كله، ممكن تطلب نصيحتها وتتكلم معاها. حاجة ثابتة كده، فاهم؟ حاجة ثابتة مهما كل حاجة اتغيرت دي موجودة، تعرف ترجع لها. انا برضو بحاول اشرح الموضوع بعيد عن اي ابتذال، بس انت يعني لو 20 كده لذيذ، كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، ولسه صحاب الجامعة حواليك واهلك يعني ربنا يطولك في عمرهم، في زحمة كده حواليك، عمرك ما هتفهم اللي انا بتكلم فيه ده. بس انت eventually، انت لو انت مكمل في السكة دي انت هتفهم اللي انا بقولك عليه ده. مفيش اي حاجة دايما، مفيش غير هي اللي قاعدة لك. علشان كده حاول من دلوقتي تتأقلم على فكرة هي، وهي واحدة بس اللي موجودة. النقطة الأخيرة بقى، الجواز مش بيصلح الباد بوي. انت كده دكتور بتوصف لواحد عنده بواسير قطرة عين. الباد بوي مش مجرد رجل هائج في عنبر 7، هو مدمن على هرمونات المكافأة بكمية معينة، هو ده الكيف بتاعه. الجواز ملوش أي علاقة بالمشكلة دي، لأنه هيكمل خيانة بعد الجواز برضو لما يعدي وقت ويبدأ يحفظ ويبدأ تأثيرها عليه يقل زي ما قلنا. هيكون عايز يوصل لليفل الجرعات اللي هو كان متعود عليه قبل كده. لمسة ايد بس من واحدة جديدة هتبقى امتع بالنسبة له من سكسة منك، سكسة فيربا ورقما. فالباد بوي محتاج يتخلص من الادمان ده، ينقطع عن البنات حرفيا وجديا لفترة لغاية ما الويندوز يتظبط لوحده، ويعرف يتقبل فكرة ان هرمونات المكافأة دي من المحفزات دي بالتحديد بتتاخد بكميات معينة، ولما تقل مش مشكلة، هعرف اسرفايف. نقطة بقى تهم الجماهير العريضة من البنات، ازاي الباد بوي بيصطاد؟ يعني انا ازاي لما اتعرف على واحد اعرف اذا كان مدمن لذة بدايات بس ولا هيكمل ويدور على هرمون المكافأة اللذيذ بتاع الاستقرار؟ بصي، هو على حسب شخصيتك بيصطاد. لو انت ليكي في البرميسكيوس بيهيفير هيقول ان هو باد بوي. انا باد بوي وانت عجبتيني وكل حاجة، بس يعني يا اما هتملي عيني قوي فتبقى انت المختارة من ضمن الجيش اللي كان قبلك، يا اما لا هتبقي زيك زي غيرك. يعني هيديلك فكرة تحدي، بيلعب على ثقتك بنفسك شوية، هتقعدي بقى تفكري هل انا اقدر اروضه من ضمن كل دول، انا اللي هكسب، يا اما انت مؤدبة. فساعتها هيعمل استراتيجية الباد بوي التائب، اللي هو انا لفيت كتير بقى وجربت وكل حاجة وتعبت من التنطيط، انا عايز استقر. you can fix me، تقدري تصلحيني. بس معلومة، الباد بوي لا هتقدري تروضيه لو انت فشيخة، ولا هتقدري تصلحيه لو انت غلبانة. الباد بوي حل واحد بس زي ما قلنا، ان هو يقرر من نفسه ان دي حياة مش فولفيلنج، هو عايز نمط تاني لوحده، ياخد القرار ده ويصلح نفسه. اخر نقطة بقى،
انا عارف انا قلت لك على اللي فاتت هي الاخيره، بس والله صدقني المره دي ازاي تقفشي الباد بوي. طبعا لو قال لك انا كده انا باد بوي زي ما قلنا بتاع الاسلوب الاولاني ده، يبقى هو الراجل صريح معاكي من اولها، فمش بيمثل يعني. فانت بقى براحتك عايزه تخش المغامره دي حاجه ترجع لك. بس لو داخل باسلوب الباد بوي التائب، اللي هو انا خلاص بقى انا زهقت وعايز استقر وبتاع، بيشد رجلك بالطريقه دي وصلحيني وكده. بص هو احنا في حاجه محتاجين ندركها، بس ان هو اي نعم باد بوي بس لسه بني ادم طبيعي، يعني صديق جدع وابن بار، بني ادم عادي كويس، هو بس مدمن غصب عنه. انت بقى تعملي ايه في بدايه اي علاقه؟ هتقولي له كده بمنتهى الوضوح والصراحه: بص انا حياتي منظمه، عندي تايم لاين ماشي عليه، يعني مثلا 25 سنه فمخططه اعمل كذا في الكارير لغايه السن كذا، والمفروض ان انا اتجوز في سن كذا واخلف في سن كذا. يعني انا مش بستعجلك، بس بعرفك ان انا مش ما عنديش وقت اضيعه، او ان انا بخش علاقات فور فن. بس لو عملتي ده وهو تاب فعلا ويفكر جديا ناحيتك هيكمل معاكي. انما لو لسه بيدور على جرعات الهرمونات فهو هيستحرم ويبعد لوحده لما تقولي له على البقين اللي فاتوا دول، لسببين بسيطين جدا. اول حاجه هو عارف ان اللي هو بيعمله مش صح، ففي حته كده بتاعت تأنيب ضمير. وتاني حاجه ودي بقى الجانب المنطقي، لو انت مش مقتنعه ان هو بني ادم اصلا وبيحس بضمير، فدي يعني حجه منطقيه، هو ببساطه مش واقف عليكي. يعني طالما هو باد بوي يعني بيتمتع بقدر ما من الوسامه والتشارم، هو الا ما كانش بقى باد بوي اصلا. ما هيعرف ازاي واحده والتانيه والتالته ويدخل علاقات مع الناس دي كلها الا اذا لو كان في يعني كواليتي معينه بتشد الناس ليه. فبما ان هو كده والموضوع بالنسبه له سهل، هيبعد عنك ومش هيبذل بقى كل الوقت والمجهود والحرق ده كله، وهيشوف واحده تانية ياخد منها الجرعه عادي. الموضوع سهل يعني، خصوصا بما انك جد يعني مش هتديله اي محفزات للجرعه. طبعا مش محتاج اوضح اكتر من كده يعني ايه محفزات للجرعه. الاستثناء الوحيد بقى لو وقعتي في واحد خنزير واعتبرك تحدي، يعني هو لسه ما تابش بس دخل عليكي بوش انا تايب ده، وقلت له البقين اللي فاتوا وبرضه فضل مكمل وقال لك لا والله انا تايب وبتاع ومش عارفه ايه، وفضل مكمل برضه عشان يصطاد بس ويخلع بعد كده. طبعا دي حالات نادره قوي، لان والله الباد بوي مش شرير، هو بس مدمن عايز يرضي ادمانه، وعارف ان في ضحايا بتقع في النص ومدرك ده جدا، والموضوع بيؤرقه نفسيا برضه، يعني صدق او لا تصدق. انما الشخص التاني ده اللي قلنا عليه اللي هو بيقول لا انا تايب وكل حاجه ويلا نكمل، وهو بس كل ده عشان يصطاد، ده شر مش باد بوي. عايزين بس يا جماعه ما نظلمش الباد بوي، هو في فرق بين الشر والباد بوي. اخر نقطه خالص، هوايدك دي اخر نقطه، كذبت عليك مرتين النهارده مش هكذب عليك تاني. ازاي بقى الباد بوي اتكون؟ يعني ليه؟ ازاي بقى كده؟ هو اتولد زيه زيك بالظبط، فطره نقيه وصفحه بيضاء، ويندوز نضيف، حاجه نضيفه يعني، ربنا بيخلقنا كلنا بيور، نسخه من بعض. ايه بقى اللي بوظ الويندوز بتاعه؟ امتى اول مره قرر يعرف واحده وثلاثه اصحابها معاها في نفس الوقت؟ يعني انا هقول لك، انا عمال افتح عليك بالصبح يعني ما جاتش على دي. بص هو غالبا اتعرض لتروما ما هزت ثقته بنفسه، فبقى عايز يستردها بعلاقات كتير يحصل بيها على ابروفل اللي هو انا جامد، يا اما اتعرض لريجكشن وهو صغير فبرضه بوظ السيلف ستيم بتاعه، ثقته بالنفس، اللي هو بقى انا مين ده؟ انا عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي، مفيش فيميل ما بتحبنيش. يا اما ودي بالمناسبه بتحصل كتير اكتر ما انت متوقع يعني، وقع في باد بويا فشخته، فعايز يظبط السيلف ستيم بتاعه برضه وينتقم من الجنس كله. هتقول لي ايه ده، هو في باد بويا؟ طبعا اللي انا شرحته فوق ده بتاع هرمونات المكافأة والملل والكلام ده كله والادمان ملوش علاقة بالنوع. الويندوز الدماغ البشرية واحدة. يا اما برضو ده احتمال مش بعيد ان هو كان مرتبط في علاقة طبيعية جدا ومؤمن بالمونوجامي، الارتباط الأحادي اللي هو بيكتفي بواحدة بس، وكعبش في واحدة بقى عرفت ان هو مرتبط بس كملت معاه anyway، فبص لنفسه كده وفكر لحظة ايه ده، هو ينفع؟ ده طلع ينفع. فمن ساعتها بقى لما لقى الموضوع ينفع فقعد ينفعه بقيت عمره. بص هي الاسباب كتير قوي، برضو ممكن يكون شاف نموذج باد بوي، اخوك كبير صاحبه اكبر منه بكذا سنه. المهم انا مش بدافع في النهايه، انا بدايجنوس معاك بس والله اسمع مني من خبره 30 سنه، الباد بوي غالبا اتكون بسبب واحده. يعني التاريخ والجغرافيا علمونا انك امشي ورا طرف خيط اي مشكله هتلاقي بدايته واحده للاسف يعني.
قبل ما اخلص واقفل خلينا اديك نصيحه وادي لك نصيحه برضو، عشان موضوع الهرمونات المكافاه ده مهم جدا في العلاقات الانسانيه كلها بالمناسبه. علشان ما نزهقش من بعض بسرعه، حاول تدي جرعات المكافاه بنسب معقوله. يعني بلاش تعمل مبادرات فشيخه، ما تعملش حاجات كبيره مش في وقتها، فتلاقي نفسك مش عارف تعلي على الموضوع ده، بالتالي نوصل لمرحله الملل بسرعه. يعني مثلا بلاش نقول كلام حب فشيخ جدا اللي هو بيدي جرعات جامده قوي من الهرمونات دي بدري، لانك لما تقوله مثلا بعد اول شهر فانت كده، طب وبقيه العلاقه هتقول فيها ايه؟ انت اديتني جرعه فشيخه 100 ريختر من الهرمونات المكافاه لما قلت بحبك اول مره مثلا، فانا خلاص بقى انا متعود على نفس الجرعات دي، على نفس الجرعه، طعم البيك، القمه اللي انا وصلت لها من الاحساس ده. فانا سمعت الكلمه مره، سمعتها 2 3 5، فخلاص بقى الكيرف بينزل بقى، تاثيرها بيبدا يقل. فده طبعا مع الكلام ومع الافعال، مسكه الايد بتاع الحاجات دي كلها. فوزع الجرعات بشكل مناسب على مدار العلاقه عشان الطعم ما يستنفذش بسرعه. هو كده كده ايفينشولي هيستنفذ وهنزهق من بعض والكلام ده كله، بس يعني حاول تخليها، يعني حاول تسرفايف بالطعم ده بجرعات معقوله لغايه مثلا بعد الجواز بكام سنه، وبعد كده يبقى العيال هم اللي رابطيننا بقى، نقعد بالعافيه مع بعض عشان مخلفين، والنموذج المصري اللطيف ده.